رأيناها تعلن نجاح الصلح مع المملكة المغربية، فما قصة هذا الخبر؟ زاد على ذلك سوف نتطرق للوثيقة التي تكشف مصير الصحراء الشرقية. قبل الخوض بهذه التفاصيل دعونا نبتدئ بموضوع أثار تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ابن المغرب أشرف حكيمي يترشح فعليا من أجل أن يدخل سباق جائزة الكرة الذهبية. رأينا الإشاعات بالآونة الأخيرة والنيابة العامة الفرنسية كيف أنهم حاولوا الإساءة لسمعة ابن المغرب، وظن البعض أن أشرف حكيمي سوف يتم إسقاطه من داخل هذه المسابقة، لكن تم رسميا وضع أشرف حكيمي ضمن هذه اللائحة. لذلك خرج أشرف حكيمي عن صمته وعلق على الفور بعد أن ترشح بجائزة الكرة الذهبية، ونشر على حسابه الرسمي على الانستغرام ستوري به إعلانين عن مجلة فرانس فوتبول والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإشارة إلى اعتزازه بهذا الإنجاز الشخصي. زاد على ذلك باريس سان جيرمان دخل على الخط وقال: أشرف حكيمي ضمن قائمة المرشحين، اعتراف مستحق بالنظر إلى موسمه الرائع، فخورون بك يا أشرف حكيمي. لماذا وضع اسم أشرف حكيمي داخل قائمة المترشحين للجائزة؟ حظي تفاعل كبير بسبب الإشاعات التي كانت تريد النيل من سمعته، وأيضا الاتهامات التي عادت من جديد قبل بضعة أيام من التصويت على الجائزة الكرة الذهبية. لذلك لقي أشرف حكيمي تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصيصا من جميع المغاربة. 40 مليون مغربي وراءك يا أشرف حكيمي، والجميع مؤمن ببراءتك، ونحن نعلم جيدا أن هناك أطراف تحاول الإساءة لسمعة أبناء المغرب من أجل النيل منهم. وما أجمل عندما نرى تنافس بين المغاربة أنفسهم على الكرة الذهبية. معنى ذلك ياسين بونو هو الآخر مترشح للمرة الثالثة لجائزة أفضل حارس بالعالم. إذن أشرف حكيمي، ياسين بونو، وليدات المغرب يتنافسون على الذهب، وعادوا كتابة تاريخ الكرة المغربية الذهبية. فهنيئا لنا بهذه النجاحات المتتالية، وهنيئا لنا بالانتصارات التي تسجل بماء الذهب، ونعيدها من جديد كلنا أشرف حكيمي. ونتمنى أيضا التوفيق لياسين بونو صاحب الابتسامة الذهبية. وبما أننا وضعنا النقاط على الحروف ونسفنا الإشاعات المغرضة التي كانت تريد النيل من سمعة ابننا، دعونا الآن ننتقل إلى إشاعات مغرضة أخرى، وهذه المرة من جنوب أفريقيا. ماذا تريد يا رامافوزا؟ رامافوزا تواصل مع المملكة المغربية وقال: أنتم استخدمتم علمنا عندما أتى زوما زيارة إلى المملكة المغربية. المغرب رد لأول مرة على جنوب أفريقيا، فماذا قال؟ تطور يفضح ازدواجية الخطاب الرسمي بجنوب أفريقيا. كشفت وثيقة دبلوماسية عن تنسيق رسمي مسبق بين سفارة بريطانيا بالرباط ووزارة الخارجية المغربية بخصوص زيارة زوما للمغرب بمنتصف يوليوز الجاري، وذلك رغم ما صدر عن الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا من انتقادات واتهامات للمغرب بما اسماه بالاستفزاز. تؤكد الوثيقة الرسمية المؤرخة بتاريخ 11 يوليوز من سنة 2025 أن السفارة الجنوب أفريقية طلبت تسهيلات بروتوكولية كاملة تشمل المرور عبر قاعة الشرف بمطار الرباط سلا لفائدة جاكوب زوما ومرافقيه، بزيارة وصفت على أنها خاصة، لكنها اتسمت بكل مظاهر التنسيق الرسمي المعروف بالأعراف الدبلوماسية. إذن عكس ما يدعيه رامافوزا، كان هناك تنسيق بين الخارجية المغربية والسفارة. كما تضمنت الوثيقة أيضا أسماء فريق مرافقي زوما. زد على ذلك كانت زيارة زوما يعلم فيها الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، فلماذا حاولوا تغطية الشمس بالغربال؟ ولماذا نكروا هذا الاتفاق؟ نحن لدينا وثائق
المغرب اليوم فتح ثغرة بجدار بريتوريا. لم تعد تستطيع اليوم جنوب أفريقيا أن تنكر أو أن تدعي العكس، لأن لدينا وثيقة وأشهرناها بوجههم. جنوب أفريقيا لديها ازدواجية فاضحة وولاء على ما يبدو أعمى للنظام الجزائري. جنوب أفريقيا تريد محاباة الجزائر على حساب المغرب، لذلك اليوم خلقوا فوضى على أن المغرب استخدم علمنا دون أن يأخذ موافقتنا. هذا التصريح مردود عليهم. لدينا وثيقة تثبت أن المغرب لم يخترق الأعراف الدبلوماسية. المعروف عن الإمبراطورية العلوية الشريفة أنها تنسق دبلوماسيا بأعلى الجهات. إذن انتهى الجدل، وجنوب أفريقيا تكذب عندما ادعت أن المغرب استخدم العلم دون أي تنسيق دبلوماسي. وإن كنا نرى أن الفجوة تزداد بالعلاقات المغربية الجنوب أفريقية، فهناك بلد آخر تزدهر معه العلاقات. فمن هذا البلد؟ موريتانيا. موريتانيا كشفت عن معبر حدودي جديد مع المغرب لتعزيز الربط مع دول الساحل. أتعلمون ما معنى ذلك؟ هذا يعني ضربة نوعية استباقية من المغرب وموريتانيا تضرب المرادية بعقد داريا. كشفت مصادر إعلامية موريتانية عن تأكيد نواكشوط على فتح معبر حدودي جديد يربطها مباشرة بالمملكة المغربية، انطلاقا من مدينة السمارة الواقعة بالأقاليم الجنوبية للمغرب، مما يشير إلى تطور نوعي بدينامية التعاون الإقليمي بين البلدين، ويمهد لتكامل أكبر مع دول الساحل الأفريقي. وحسب ما وردت عن أنباء أنفو، إن المعبر الجديد يأتي ضمن رؤية ثنائية لتعزيز الربط البري وتسهيل حركة التجارة والبضائع، ويشكل امتداد طبيعي للبنية التحتية التي تطورها المملكة المغربية بصحراء. لماذا قلنا أن هذه الضربة النوعية استباقية للجزائر بعقد داريا؟ لأن سفير موريتانيا بالجزائر صرح حول هذا المشروع، وتم تسليط الضوء على أن هذا المشروع هام للغاية. إذن موريتانيا لم تكتفي بالإعلان عن المعبر الجديد، بل من داخل الجزائر سلطت الضوء على هذا المعبر بإشارة واضحة على أن موريتانيا اختارت علاقاتها مع المملكة المغربية. بالنهاية المغرب رابح رابح، وموريتانيا تعلم هذا جيدا. مع هذا الترابط بالعلاقات المغربية الموريتانية ومع الإعلان عن هذا المعبر الجديد، أتعلمون أن دول الساحل بأكملها اليوم رحبت بهذه الخطوة المغربية الموريتانية، لأن هذا المعبر سوف يعود فائدتها على الجميع وعلى المنطقة ككل. نعم، موريتانيا عندما وضعت علاقاتها الأولى مع المغرب اليوم سوف تجني هذا الثمار. لذلك دعونا ندعو تونس عوضا من أن تذهب خلف قرارات المرادية. حان الوقت لتونس أن تستيقظ وأن يبتعد قيس سعيد عن النظام الجزائري. منذ أن وضع قيس سعيد يده بيد تبون ونحن نرى تونس الخضراء باتت صحراء قاحلة، باتت تعود إلى الوراء، باتت تعاني من الأزمات. الشعب التونسي اليوم يقف على الطوابير ساعات مطولة من أجل الحصول على المواد الغذائية الأولية. ماذا استفادت تونس من فعلتها؟ عليها أن تعود إلى صوابها وتبتعد عن النظام الجزائري. زد على ذلك، عندما نقول أن موريتانيا والمغرب اليوم اتحدا بقرارات قوية للغاية، لماذا لا تدخل تونس على الخط أيضا وتخرج من الكنف الجزائري؟ ليس هناك أزمة بيننا وبين الشعب التونسي، الأزمة سببها قيس سعيد. فعلى قيس سعيد أن يغير هذه العقلية قبل فوات الأوان، وإلا لا عودة للعلاقات المغربية التونسية إلا بحال رحيل قيس سعيد. هذا الأمر بات مفروغ منه. وإن كنا نريد أن نتطلع لآخر العلاقات الموريتانية الجزائرية، فهناك على ما يبدو أزمة على الأبواب، خصيصا بعد الإعلان عن هذا المعبر الجديد، لأن الجزائر دائما تحاول استمالة الموقف الموريتاني، ازدواجية الموقف. الجزائر تعاني من ازدواجية الموقف. لماذا نقول ذلك؟ لك أكبر مثال، أتعلمون أن الجزائر منعت المظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية؟
النظام الجزائري حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين بالشارع مهددا الأحزاب والجمعيات، وهذا ما جعل الأحزاب والجمعيات تهاجم النظام الجزائري. البعض قال: كيف للجزائر التي تدعي أنها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة أن تمنع المظاهرات من أن تخرج للشوارع دعما للقضية الفلسطينية؟ ألهذه الدرجة يتخوف النظام الجزائري من أن تصبح هذه المظاهرات من دعم القضية الفلسطينية للمطالبة بإسقاط النظام الجزائري واندلاع الحراك؟ منعتم مسيرة غزة، ومسؤول فلسطيني أدان المواقف المزدوجة التي تخرج عن النظام الجزائري. منذ أيام سمعنا أحمد عطاف داخل جلسة بمجلس الأمن بالأمم المتحدة يسلط الضوء على أن الجزائر تقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة، ودائما الجزائر مع فلسطين. لم ترسل الجزائر أي مساعدات. زد على ذلك تحاول الجزائر تهميش المساعدات التي أرسلها جلالة الملك محمد السادس. زد على ذلك منعوا المظاهرات داخل بلادهم. ازدواجية المواقف. لذلك نقول لا ثقة بمواقف الجزائر، حتى أن الدول الأوروبية سئمت من هذه العلاقات مع المرادية، كان أولهم فرنسا. أتعلمون أن ماكرون أمر بفرض التأشيرة على جميع الدبلوماسيين الجزائريين وبمزيد من الحزم مع النظام الجزائري؟ اختار ماكرون التصعيد وقال: لا أهلا ولا سهلا بجميع الدبلوماسيين الجزائريين فوق أراضينا. إذا ماكرون اختار صب الزيت على النار. أتت الجزائر وقالت: نحن سوف نعامل فرنسا بالمثل، لأن فرنسا لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة. فماذا فعلت فرنسا؟ على الفور ردات. ماكرون دعا دول الاتحاد الأوروبي لمنع دخول الدبلوماسيين الجزائريين وتسليط عقوبات على النظام الجزائري. لك الجزائر تتحدى ماما فرنسا؟ أنسيت الجزائر أن فرنسا هي التي صنعتها؟ زد على ذلك ليس منع الدبلوماسيين الجزائريين فقط بفرنسا، بل ماكرون دعا لجميع دول الاتحاد الأوروبي. قررت الجزائر أن تختار التصعيد مع فرنسا بلسان الجبهة الانفصالية أي البوليسارو. معنى ذلك نحن نعلم أن هناك استثمارات وشركات ومشاريع تعلنها فرنسا بقلب الصحراء المغربية. البوليسارو تقوم بتحركات قضائية ضد الشركات الفرنسية وتتهمها بنهب ثروات بنهب ثروات حق الشعب الصحراوي بالصحراء. أغرب ما يمكن أن نسمع. معركة الثروات الطبيعية بالصحراء المغربية تعيد البوليسارو إلى مربع الفشل. لماذا؟ لأن هناك ضغط كبير الآن على الجزائر وصناعة البوليسارو، فلم ترى الجزائر إلا هذا الباب لتضغط به على فرنسا. منذ أن اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء وعلاقاتها مع الجزائر توترت، حتى باتت العلاقات مع المغرب مزدهرة. عودة التنين الفرنسي، باريس تستعيد زعامة الاستثمار الأجنبي بالمغرب وتزيح القوى الكبرى. إذن اليوم باتت رقم 1 بالاستثمارات بالمملكة المغربية هي فرنسا. بعض من السنوات اقتحمت إسبانيا الخط، لكن بعد أن اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء وضخت مشاريع بالصحراء المغربية ازداد الاستثمار الفرنسي داخل البلاد. بالنهاية ملف الصحراء اليوم هو محور مباحثات بين المغرب وفرنسا وأمريكا. هذا ما يزعج النظام الجزائري، لأننا مجرد الحديث أن هناك محادثات على أعلى مستوى بين القوى الثلاث المغرب فرنسا أمريكا، هذا يعني أن هناك ضربة نوعية قادمة، ولعلها تكون قنصلية فرنسية وقنصلية أمريكية. بالفعل الصحراء المغربية تنتظر وصول السفير الأمريكي الجديد لافتتاح قنصلية الداخلة. وبعد فتح قنصلية الداخلة دخل محللين على الخط وقالوا مجرد أن تفتح أمريكا القنصلية بقلب الصحراء المغربية فسوف تجر خلفها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا ودول متعددة. الجميع على ما يبدو ينتظر هذه الخطوة من أمريكا حتى يأتون خلفها، كالاعتراف الذي حدث. اعترفت أمريكا من ثم إسبانيا من ثم فرنسا، وشاهدنا بالتتبع.
السفير الأمريكي الجديد الذي سوف يأتي إلى المملكة المغربية سفير مخضرم عينه ترامب، وعلى ما يبدو علاقات المغرب وأمريكا باتت مزدهرة للغاية. فما بالك إن قلنا لكم الآن أن أمريكا تتجه لفصل القسم الأفريقي لأفريكوم عن أوروبا، والمغرب المرشح الأبرز لاحتضان مقر قيادته العسكرية منذ أشهر أو سنوات، ونحن نقول مقر أفريكوم سوف ينتقل إلى المغرب، سوف ينتقل إلى المغرب. هذا الموضوع بات اليوم مصادق عليه من قبل أمريكا، وأمريكا بالفعل تتجه لفصل القسم الأفريقي عن أوروبا وإعلان عن مكان احتضان مقر القيادة العسكرية بالمملكة المغربية. ومجرد القول أن المغرب سوف يحتضن مقر قيادة أفريكوم بأفريقيا فإنها تأكيد صارخ على أهمية العلاقات المغربية الأمريكية. أتعلمون ما نقوله الآن يعتبر صادم للجزائر؟ لك الجزائر بالآونة الأخيرة كانت تريد إغراء بعض اللوبيات اليهودية والأمريكية من أجل نقل مناورات الأسد الأفريقي من المغرب، فما بالك اليوم عندما نقول أن مقر أفريكوم سوف يأتي مقر القيادة بإفريقيا بأكمله ويستقر بالمملكة المغربية. لهذا السبب بدأ صبري بوقادوم بجولته داخل واشنطن من أجل إيجاد حل لإقناع أمريكا بعدم نقل مقر أفريكوم للمملكة المغربية. لكن صبري بوقادوم لو استطاع إقناع ترامب بما سبق لا يستطيع الآن إقناع أمريكا. لك صبري بوقادوم عرض خيرات الجزائر بالمجان على أمريكا، وشاهدنا كيف أن أمريكا قلبت الطاولة على الجزائر. إذن تحركات المرادية باتت مكشوفة، وتحركات الجزائر لا تقنع الإدارة الأمريكية لا من قريب ولا من بعيد. صبري بوقادوم يدق على الباب الخطأ. شاهدنا منذ بضعة أيام عندما أتى مستشار ترامب بولس إلى الجزائر وكيف أنه سلط الضوء على الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء والحكم الذاتي أمام تبون. ألم يتساءل البعض لماذا مستشار ترامب اختار أمام تبون أن يسلط الضوء على هذا الموضوع؟ أمريكا أرادت أن تفهم الجزائر أن الحل الوحيد للصحراء المغربية هو مبادرة الحكم الذاتي، فعليكم أن تسيروا خلف هذا الموضوع، وعليكم أيضا أن تسرعوا بإصلاح العلاقات مع المملكة المغربية. إذن مسعد بولس وضع النقاط على الحروف بقضية الصحراء المغربية بعقر قصر المرادية وأمام رئيس البلاد الذي هو تبون. وعلى ذلك الجزائر الآن تتخبط فيما بينها. منصة جزائرية لخطاب انفصالي، معنى الذي نقوله البوليسارو وضعت النظام الجزائري بمأزق دولي أمام العالم. لماذا؟ بالسابق كانت الجزائر تخبئ رأسها بالرمال وتقول نحن لدينا صفة مراقب فقط على هذا الملف، لكن عندما يخرج منبر إعلامي جزائري رسمي ويدافع عن الجبهة الانفصالية للعلن، إذن البوليسارو تضع الجزائر بمأزق دولي، وناهيك على أن هناك أزمة كبيرة داخل المخيمات، لأن الجبهة الانفصالية ذاقت زرعا وتريد إيجاد حل بسبب الانتكاسات المتتالية التي تحدث. المفاوضات مع المملكة المغربية، الجزائر على ما يبدو سوف تجلس بالمفاوضات مع المملكة المغربية لفتح صفحة جديدة بما يخص